في عربات الان قاعد تدخل، محمد كاكا قاعد يدخل عربات لحد الان. الخط ده فاتح يهودا، عربات جات من تشات عشان نوريكم عديل. ده عربات جات من تشات، جات 100 كروز دخلوا زالينجا. اول يوم في العيد دخلوا زالينجا مقسمين على 2. خلونا نشوف العربات دي دخلت كيف. عربات جديده كر بمعداته العسكريه وبجنجويده اللي هو توجههم لوين؟ توجههم الان اي توجه ماشي على الفاشر. ما في توجه. انا اوريكم طلعوا من وين ودخلوا وين وماشيين وين، وحيلتقوا في نقطه ارتكاز معينه في الفاشر. في 100 عربات ديل هم مقسمين على 50 جو 50. في جزء منهم دخل الصباح بدري في اول يوم في العيد، وجزء منهم دخل الساعه 8 بالليل. والان الناس دي مقسمين على العربات دي، والجنود ديل زياده قواتهم بيلتحموا في نقطه معينه، وعندهم 3 توجهات. في قوه بتمشي تدق الصحراء تاني، في قوه بمشوا بدقوا، في قوه ماشيين للدبه، وفي قوه ماشيه الفاشل. هم 3، وانا عز الدين متابعهم. نشوف الكلاب ديل، نشوف النجوز ديل ماشيين لوين. الكلام ده بتكلم معاكم اول يوم في العيد، ده كلام جديد تازه. نمشي قدام. التحيه لاخواننا في الفاشر. الليله عملوا عمل جميل جدا، فتحوا ومشطوا كويس، كلامنا قاعد يتسمع. الجيش والاستخبارات الشرفاء في الفاشر تابعوا الشغل ده، وشوفوا ياسر ده يرجع الناس ده يدخل الجنجة ده كيف تاني، لانه في جنجويد قاعدين في شنقلتوباي. الكلام ده الليله الرايد ناو قبل ساعه، بس الكلام ده قبل ساعه، لانه في هجوم على الفاشر. قاعدين نقول يوميا انه بيكون في هجوم على الفاشر. وخلونا نمشي قدام. المعركه الليله دارت معركه غرب الأبيض. تحيه لحجانا والتحيه الصيادين الليله اشتغلوا شغل برافا. المعركه كانت غرب الأبيض، اشتغلوا شغل يريق في قلبك ده. اقسم بالله التحيه لجولاد، والتحيه الغايد الأبيض، والتحيه لكل الهجانه في الأبيض. اشتغلوا شغل برافا، دقوا الجنجره نمن يعرفوا حاجه. الناس ديل الليله فتحوا، بدوا من بوابه الأبيض الغربيه الى مناطق امسميمه لحد ما تجي الخوي. دايرين يفتحوا المحل ده عشان يعني من الأبيض يفتحوا لحد الخوي. اكلوا معركه، يعني احنا ان شاء الله نديكم التقارير. دقوا معركه، دقوا الجنجره، دق الموت. جولات. بعد ده فضل شنو؟ لانه دايرين يربطوا الجيش اللي في الأبيض ده، يربطوه مع الجيش اللي في النهود. ده الشغل اللي حيتم في الفتره الجايه. بعد ذاك الحركه عشان يكون لهم اسهل للفاشل. ده كله خطط استراتيجيه بتاع الجيش بيكون باقي لهم. ود امجمد ودبنده وبروج وامكداده هناك موجودين، الجيش والمشتركه بيلاقوهم هناك. وبعد ده انه الفاشل بتكون فاتحه. ده الشغل الان. شبابنا اللي التحيه لهم يتحركوا الليله، جولاد يتحركوا بكميات كبيره جدا. وده الشغل ربنا انه يحفظهم، ادعو لهم انه ربنا يثبتهم. في تقرير هنا انا ما بقدر اقوله للناس في الميديا، ده انا برفعه لمكاتب البرهان. وده خطوره الموقف هنا. في مطار، وما مطار، لكن عملوا شيء جديد. دايرين ينزلوا طيران في المحل ده. انا ما بقول وين، لكن ده اوريكم راس الخيط لما انه نسور الجو يشتغلوا شغلهم. بعد ذاك انا عز الدين وتكون دي بجي نوريكم. ده مخطط خطير جدا. الناس دي لهم اسبوع بنقلوا براميل بتاع الزفت، بنقلوا خرسانه، وبنقلوا رمله. اسلم 3 يوم الان قاعدين يسطبوا في المحلات ده، وجابوا جرارات من نياله ثقيله جدا، وشغالين شغل في الوعطه ده، قاعدين يسطحوا فيه. وده حينزل طيارات هنا. ما داير اقول وين، لكن خلوني ارفع التقرير ده، ارفعه للجهات المسؤوله للقياده والسيطره. بعد ذاك انه انا لما نحس انه دقوا المحل ده، بعد ذاك انه نجي نوريكم تفاصيله في شنو، رمله قدر شنو، زفت قدر شنو، حسب بنقولوا حاجات ده له اسبوع كامل، الشغالين له مثلا 3 يوم.
والامر ده خطير. ده فسحه كده اكبر من مطارنا. هو فسحه كده بس، فسحه نجا كده بس. انا هوريكم انه ده خطه لشنو، عملوا شنو. انا هسه ما نقدر نتكلم، لكن عشان جويد يعرفوا انه واد كنديه عرف المحل ده كيف. خلونا نمشي قدام. ضل اخر تقرير. الكلام ده انا هوصله لبرهان الليله قبل بكره، لانه ما هذا لازم ينضرب بالليل ده او بكره، لانه لو خلونا نزلوا فوق طياراتهم ده زول هوي ده خطوره. والله ده بأثر مع مشترك عديل القاعدين في فاشر ده. خلونا انه نمشي قدامه لاخر تقرير، وده كلام طازه. خليه يجي جنجويدي يقول لك كلام ده كذب. ده طازه وكم دايرين نديكم. هسه ممكن نديكم القائد ذاته بصورته، نديكم صوره القائد ونديكم عربيته ذاته. الكلام ده تم قبل 3 ساعات بس، قبل 3 ساعات اجتمع بيهم. وممكن اوريكم هسه انا عشان تشوفوا، عشان يا جنجويد تشوفوا ود كنديه ده مكانه كيف. ود كنديه ده قاعد معاكم ولا ما قاعد معاكم بالصوره والصوت. محل ده زول بمشي هناك الا دقيقه بس انتظروني. القوه اللي قلت لكم قبل كم يوم، تتذكروا في قوات في قوات ثقيله جدا في شنقيطوبه، جبل تقالي ومقالي. تقول ايه اليونميت بتاع شنقيطوبه ده قاعدين فوقه الان كميات كبيره من الجنجبيل. الكلام اللي بقوله ده حصل اجتمع بين الزول ده قبل 3 ساعات. انا بس داير اوري القائد ده وانا بديك اسمه. انا داير اوريه انه ود كنديه ده قاعد معاكم ولا ما قاعد معاكم. جنجبيل ده الله كان فتو هريت، انا عارف هريت وين. قادر يجيب معلومه. اجتماع قبل 3 ساعات بس. نوضح لكم صوره القائد ده عشان نوريكم يا جنجبيل ما عندكم اي حاجاتكم كلها مكشوفه. في تجمع كبير جدا برضه في ابو زريقه بالتحديد، في خور اسمه خور الديك. في بعدد كم القاعده اجتمع بعدد 150 عربيه كروزل جداد كرت بمعداتهم وناسهم. القاعده قاعد يتكلم معهم وبيدين توجيهات انه يتحركوا الفاشر كيف، لانه ده قوه وده في قوه في تقل ومقال وفي اليونمت. الناس ومنتظرين ال100 كروز اللي جايين من زالينجا، الناس بيتجمعوا عشان كيف انه يدخلوا الفاشل. اوكي. الغايد ده بديكم اسمه. الغايد بتاعه اسمه منو؟ عشان اديكم اسم الغايد ذاته المجتمع بينكم بعد 3 ساعات. اسمه التجاني ادم. الغايد اسمه التجاني ادم. ده مسؤول طبعا من القطاع بتاع شنقيطوبه ودار السلام. قاعد يوجههم. ونجيب لكم ذاته. انا معلومه نجيب لكم عربيته ذاته. المجتمع بهم نشوف انه دايرين يعملوا شنو. يجتمعوا ويتكلموا معاهم، يتكلم معاهم كلام كثير جدا. ونشوف اننا ما قاعدين نسور الجو تدق الناس ديل ما بمشوا بعيد. ناس ده تجلدوم شفت في اريا بتاع شنو؟ اريا بتاع خور الديك ده في ابو زريقه بالتحديد. دايران انه ترى سلاسل ده جاي. انا ده برضه برفع مع التقارير هسه. دايران انه ترى في عدد 100 كروزر كويس. ده عربيه القائد عشان شغله ما يمشي ساكت. ده عربيه حقك يا تجاني ولا ما حقك؟ ده عربيتك. ده الميسه ده بس شغل تازه. انا ما ده عربيه بتاع القائد بتاعهم. انا الكلام ما نلبده. ده قبل 3 ساعات. وينو تجاني؟ نجيب لكم قائدهم ذاته عشان نوريك يا تجاني انت ما في امان. وتكون دي قاعد معك والله محل ما قاعدين نجيبكم. ها ده تجاني ولا ما تجاني؟ ده انت قبل 3 ساعات ولا ما انت يا تجاني؟ ها ده انت ولا ما انت؟ بس انا داير انا اتحداك يا الناس اللي قاعدين معه ابو زرقه. ده هو ولا ما هو؟ ها ده تجاني. ده القائد التجاني اللي كان مجتمع معاكم. بتسوي شنو؟ خلوني لحد بكره ان شاء الله نجيب الزيت.